اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ده الفطار النهاردة. تعالوا نشوفوا عملنا ايه النهاردة. متنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك للفيديو لو سمحت. أول حاجة حطيت المية تغلي على النار وقلت أسلق اللحمة. أنا كنت لسه بقى جاية من السوق، جبت بقى ايه، كنت رايحة أجيب توم صراحة، وانا ماشيه لقيت اختي كلمتني قالت لي انا اشتريت لك توم، فرحت مكمله في السوق دي البسله والطماطم اللي انا كنت مفرزاها النهارده هنطبخ. جبت بقى شويه الحاجات دول هوريكم. جبت فلفل رومي وجبت جزر وجبت سلق، علشان لما اشتريت القلقاس نسيت اشتري سلق، فجبت سلق وجبت بدنجان وجبت طماطم وجبت بنجر. البنجر ده بقى هوريكم هعمله ازاي برضو. هخلله مع الجزر، بيبقى جميل قوي قوي. اختي الكبيره هي اللي عملته مره ومن ساعتها وانا حبيت. وجبت جرجير وجبت كزبره خضراء وجبت شبت، والمصفى الجميله دي برضو جبتها كبيره حلوه للخضار. دلوقتي بقى هشيل الحاجات كلها في المصفى، والحاجات اللي لازم اعملها الضرورية قوي هعملها، والباقي هخليه بعد الفطار هكمله، لان الوقت ضيق. الساعة دلوقتي 3:30 ولازم اطبخ واقشر الخضرة دي كلها والسلق. انا ما بحبش المطبخ يبقى مقلوب بالكياس والخضار. فجبت بقى الحاجة دي كلها اللي هستعمله بس هو النهاردة، وبعد الفطار هكمل شغل المطبخ. يعني اول حاجه جبتها ده طبعا جرجير وكزبره وسلق، واشتريت من عند واحد تاني سلق برضو. كل الخضره دي جبتها بحوالي 18 جنيه والله. حزمه الكزبره كبيره يعني عملتها لي ب2 جنيه. جبت بقى الخضره وجبت الجزر وجبت الطماطم وجبت الثوم. انا خليت الراجل نضفهولي قبل ما اخده عشان ما اروحش البيت ابهدل الدنيا بقى بالقشر والحاجات دي. جبت بقى الخضره اهي زي ما انتم شايفين. بقول لكم اهو دلوقتي اعملوا اللايك دلوقتي حالا. اول حاجه بقى هنعمل ايه، هنجيب السلق هنقطفه. طبعا مش هناخد العروق دي خالص، بناخد الورقه بس. السلق ما تاخديش العروق فيه خالص. بقطفه كده، وبعد ما هقطفه كده هغسله واقسمه في اكياس. هغسله بس وانشفه كده، وهقسمه في اكياس، كل كيس مثلا على الطبخ. الكزبره الخضراء اهي برضو خرطتها، والشبت كمان خرطته. كل ده بقى هحطه في مصافي كده صغيره او في اطباق، وبعد كده هغسله واصفيه واعبيه في اكياس بعد ما ايه يتصفى كويس. انا بمسك الكيس بطلع منه الهواء خالص واكبسه، وبعد كده بقفله. الطريقه دي بتخلي الخضره لونها خضراء وما بتخليهاش لونها يسود ولا اي حاجه. جبت بقى اول حاجه بصلايه خرطتها، جبت معلقه سمنه في الحله سخنت قوي فغمقت شويه بس هي بتطلع بالخلوط. حطيت بقى بصلة عشان اعمل البسله والفاصوليا. اهو التوم الراجل مقشرهولي كده، شايفين شايل منه القشر الناشف. ده جبت الكيلو ب15 جنيه، بس انا جبت توم ابيض، والاحمر ده كانوا 2 كمل لي بيهم الميزان، عشان كان التوم خلاص اخر حبة معاه في العربية. هاخد 3 فصوص كده توم احطهم تحديقة للبسلة. انا لازم بحط في اي خضار توم يا بنات، لانه بيخلي الاكل طعمه ونكهته جميله جدا، يبقى الاكل ليه نكهه كده. ده اللي انا متعوده عليه من امي الله يرحمها. لازم تحطي تحديق التوم للاكل، دي بتخلي الاكل بيروح في حته تانية خالص. الاكل اللي من غير توم بيبقى مايع. المهم بقى جبت جزرايه عشان البسله، هقطعها كده مكعبات. الاول بقشرها بالمقشره. البصله بقى كانت هتتحرق، رميت اللحمه. طبعا انا اللحمه اتسلقت
طلعت كمية اللحمة اللي هحطها على البسلة. انا عاملة طبقين بسلة بس على قدي، وحطيت فيهم اللحمة، وهزود شوربة. يعني الشوربة واللحمة هعملها للفاصوليا وللبسلة. الجزرية بقى قطعتها مكعبات، وهحطها برضو مع البسلة كله نايف ناي مع البصلة. لازم تشوحي البسلة مع البصل، والفاصوليا برضو لازم تتشوح مع البصلة علشان ما تبقاش ليها طعم الخضرة كده وانت بتاكليها. برضو بتخلي الاكل طعمه جميل، التشويح بيخلي الاكل طعمها حلو. هي دي الفاصوليا والبسلة لازم يتشوحوا مع البصلة. طبعا اللحمة والبصل، انا سلقة اللحمة وهحط الجزر، وبعد كده هحط الطماطم. انا مطلعه كيس طماطم مسبكاه، خدت نصه للبسلة وهاخد نصه للفاصوليا. هسيبهم بقى يغلوا كده، تروح فكه الطماطم دي، واحط قرن فصين التوم النيين وحبة ملح. طبعا اللحمة مستوية، حطيت ملح، وهحط حبة فلفل اسود بس حبة بسيط مش كتير. البسلة والفاصوليا ما يحبوش الفلفل كتير. بس كده بقى هحط بقى البصلة التانية للفاصوليا. برضو الفاصوليا لازم تتشوح، والتومة بقى بحطها مع البصلة، بشوح التومة وكزبرة ناشفة. دي تكة جميلة قوي قوي، بتخلي الفاصوليا بتبقى ليها طعم جميل قوي. دي الطريقة دي بعملها مع البامية. حطيت برضو ملح لان اللحمة استوت، وفلفل اسود بسيط. وهنزل بالفاصوليا اشوحها مع البصلة، وبعد كده هنزل باللحمة عليها والشوربة والطماطم. دي الفاصوليا اللي انا فرستها، كنت سلقاها كده يعني غلوتين على النار وصفيتها، وبعد كده عبيتها في اكياس. الطريقة دي حلوة قوي قوي. بعد كده حطيت الطماطم، نص الطماطم الباقي. دي الطماطم دي انا مسبكاها، يعني مش مسبكاها للاخر، 3/4 تسبيك. اهو بقى الخضرة اهي، السلق والشبت والكزبرة والجرجير، كل دول نضفتهم كده، هسيبهم بقى فوق بعض. ودول كده الجزر والباذنجان هخليهم بقى بعد الفطار، هقعد اتسلى فيهم. وهغسل بقى الخضرة دي كلها واسيبها تتصفى، وبعد كده هعمل خلاص كده بقى الفاصوليا. بقى الطماطم يعني فكت، حطيت عليها كوباية مية. طبعا انا حاطه شوربه، بس حطيت كوبايه ميه عشان تاخد سوى الفاصوليا. والبسله اهي كمان قربت تستوي خلاص، هحط لها شويه ميه كمان. شايفين لونها جميل ازاي؟ وبعد ما تستوي خالص، يا دوبك الاكل ده اتعمل خلاص، والفطار والمدفع ضرب، والاذان اهو سامعينه بيأذن. وعملت عصير برتقان بالجزر ورز وفاصوليا وبسله.